اهلا بكم في الملك مع مينا. الحمد لله الزمالك بيعيد على جمهوره وبيصعد لقبل نهائي البطوله الكونفدراليه. قبل ما نتكلم عن اللقاء هنتكلم طبعا عن الجمهور العظيم اللي كان حاضر اللقاء النهارده. الساعه الكامله المتاحه للزمالك يعني 45400 متفرج، اعتقد النهارده يمكن 46000 موجودين. كل الناس بتشجع، اللي موجودين في الثالثه يمين مولعين الدنيا، والتيفوهات بقى من الوايت نايس، والفارس بيحارب، وفعلا الزمالك لازم يحارب على كل لقطه. الحلو في الموضوع ان التوفيهات كلها بيبقى لها مغزى، مش اشكال، يعني مش مثلا بيرسموا شكل الفارس وخلاص، لا، التيفو ليه معنى، بيوصل رساله للجمهور وبالعربي وبالانجليزي ومنظم وشكله جميل وواضح. حاجه فوق العظمه بمرحلتين ثلاثه. فعلا جمهور الزمالك غير. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، عجبني جدا الزمالك ان ابتدى اللقاء بشكل قوي جدا، هجوم كاسح على مرمى اوتاهو، تنوع الكرات العرضيه ابتدت تتلعب بشكل كويس جدا. بنتايج ابتدى ياخد قرارات، خلاص ان هو بيلعب مع اخوان بيزيرا وبيرفع على طول لعدي الدباغ وناصر منسي في كثافه جوه منطقه الجزاء. نقطه كويسه جدا. النقطه الثانيه الممتازه النهارده، اللعب على الكرات الثابته. الكوره واضح ان هي ملعوبه بجمله ل من عبد الله السعيد لحسام عبد المجيد، جون اول رائع. كمان في كرة تانية اتعملت جملة اتباصت وبعدين شاطها محمد اسماعيل. الزمالك ابتدى يحط ايديه انه لازم يعمل جمل في الضربات الثابتة، سواء الضربات الحرة المباشرة او الضربات الركنية، علشان يزود فرصه في التهديف. كمان النقطة الثالثة، الكرة بتاعت بنتايج تطمنك ان في لاعب برجل شمال حساسة يقدر يحط كوره بالقوه دي وتفيد الزمالك، بالاضافه للكروسات اللي بيعملها. الفاولات بيلعبها بشكل كويس جدا. كمان عندك عبد الله السعيد ممكن ياخد الكوره اللي بتتلعب من ناحيه اللي هو برجله اليمين، فانت يبقى عندك لاعب بيلعب برجله الشمال، لاعب بيلعب برجله اليمين، والاثنين شغالين على احسن ما يكون. النهارده عبد الله السعيد متالق. عبد الله السعيد هو اللي عمل الكروس اللي جاي منه طبعا الجون اللي جابه حسام عبد المجيد، هو اللي شاط الكوره اللي اتردت اللي عدي الدباغ جابها. فانت عندك اللاعب اللي بيلعب برجله الشمال في الكرات الثابته واللي بيلعب برجله اليمين، الاثنين متالقين جدا. دي نقاط ايجابيه كويسه جدا في الشوط الاول. الشوط الثاني على فكره الزمالك ما كانش زي الشوط الاول، بس كان برضه ماشي بشكل كويس جدا. الزمالك كان ماسك كوره، الفرقه كانت ماشيه بشكل على احسن ما يكون. في كوره جاتت لناصر منسي طمع فيها، لو كان بصها لاخوان بزيره كان ممكن يخلصها. كمان في كوره جات لناصر منسي فلعبها مع عدي الدباغ، بس الكوره ما تملكش منها عدي الدباغ، مسكها الحارس. كمان في كورتين وصلوا لسيف الجزيري والنتيجه 2-0،